وصفتي النهاردة بقى وصفة حلوة جدا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بصوا بقى، النهاردة هعمل معاكم سمك الفيليه بصوص الليمون. وصفة صحية جدا، حلوة جدا، خفيفة، تنفع لأي حد عامل دايت، وكمان اقتصادية. والصوص الليمون اللي احنا عاملينه اقتصادي جدا، موجود في كل بيت، وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وتغيير شوية عن الزيت والقلية. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. انا جبت هنا بقى سمك فيليه اي نوع انت حباه، وتبتدي ان انت تغسليه كويس، وطبعا ننشفه حلو من اي ميه. وهحط التوابل: فلفل اسود، كمون، كزبره، توابل سمك، ملح. هنزل بقى بالتوابل، وهحط على التوابل شويه من زيت الزيتون، وممكن نحط زيت عادي، وهحط كمان حبه من المستردة، وهحط ليمون. وابتدي بقى اقلبهم في التتبيله حلو خالص، وادخل التتبيله في السمك كله زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ان السمك كله يتشرب من التتبيله. وبعد كده هجيب طاسه على النار، وابتدي ان هي اسخنها حلو، وهحط حبه من الزيت، وهنزل بالسمك، وابتدي ان انا اديله تشويحه. واحنا طبعا عارفين ان السمك الفيليه مش بياخد اي وقت خالص، يعني هي دقيقه على الجنب ده ودقيقه على الجنب ده. وهنا انا حطيت زبده، ونقدر ان احنا نستكفي بالزيت وما نحطش الزبده. ابتديت بقى ان انا اقلبه وش وظهر كده زي ما احنا شايفين، واتفقنا ان احنا مش بياخد اي وقت خالص، فنخلي بالنا لان السمك الفيليه بيتهري بسرعه جدا. هنا كنت بقلبهم بقى على الجنب التاني يا دوبك زي ما اتفقنا، وش وظهر، واطلع. ده هنا بعد ما كنت خلصت الكميه كلها. في نفس الطاسه، انا مش هغير الطاسه ولا اغسلها، حطيت مكعب من الزبده، وحطيت كمان شويه من الزيت علشان اضمن ان الزبده ما تتحرقش. وحطيت توم مفروم، وهبتدي ان انا اقلبهم حلو. طبعا احنا هنا بنعمل صوص الليمون، طبعا مادام صوص الليمون يبقى هحط ليمون حبه محترمين كده. هنزيكوا شايفين كده، هحط شويه من الليمون، وابتدي بقى ان انا اقلبهم حلو، اطلع كل اللي في الطاسه. تمام. وبعد كده جبت كوبايه ميه، وحطيت عليها معلقه واحده صغيره من النشا، يبقى هي كوبايه ميه عليها معلقه نشا. وهقلبه حلو، واسيب الخليط بتاعي يتقل. لو حسيت ان هو تقيل شويه، زي انا هنا حسيت ان هو تقيل شويه، حطيت نص كوبايه ميه كمان. التوابل اللي هحطها على الصوص هي فلفل اسود وملح، بس كده، مش هحط اي توابل تاني. السمك عندي متبل حلو، فانا هستكفي بالتوابل اللي موجوده في السمك. بعد ما الخليط يتقل معايا، هاخد بقى السمك اللي احنا سويناه، وهنزل بيه زي ما انتوا شايفين كده في الصوص. في الخطوة دي انا مش بسوي السمك، انا السمك بتاعي مستوي، انا بس بخلي السمك يشرب من الصوص. فبعد ما حطيته على الجنب ده، هقلبه على الجنب التاني عشان اتأكد ان هو اتشرب كويس جدا من الصوص. وهنا انا بقى كنت خلصت وكنت بقدمه، وانا عملته مع رز صيادية. لو انتوا عايزين طريقة الرز الصيادية قولولي وانا هعملها معاكم. بصوا شكله تحفة ازاي، حلو جدا وطعمه خفيف وتغيير شوية عن السمك التقليدي. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وباي باي.